وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لإخواننا في جمعية الإمام نافع للتعليم العتيق بتروى هذا الحفل البهيج الذي نظمته بحرفية عالية وتجربة جمعوية رائدة. نظمت حفل تكريم العلامة سيدي محمد الودريمي وطلبة المدرسة العتيقة. في الحقيقة إن من يستحق التكريم هم حملة كتاب الله عز وجل. نشكرهم جزيل الشكر على هذا التكريم المزدوج، تكريم العلماء والفقهاء والذين سخروا حياتهم وأفنوا عمرهم بين جدران المدارس العتيقة تحفيظا لكلام الله عز وجل الناشئة. جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجزا كذلك هذه الجمعية المباركة الموفقة، وجزاكم الله عنا خيرا أنتم كذلك القنوات الإعلامية التي قامت بتغطية هذا الحدث المهم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ليزيد الراضي، رئيس المجلس العلمي المحلي لتارودانت ورئيس مؤسسة سوس للمدارس العتيقة. من الظواهر الصحية التي تبعث على التفاؤل والارتياح ما نراه في المغرب كله وفي منطقة سوس من عقد لقاءات تكريمية لفائدة الفقهاء، فقهاء المدارس العتيقة وأئمة المساجد وطلبة العلم. فهذه الظاهرة تبعثنا على أن نرتاح وأن نعلم أن مستقبل الأمة والحمد لله بألف خير. اليوم نجتمع في حفل بهيج لتكريم عالم من علماء سوس، هو الفقيه الجليل سيدي محمد الودريمي، الذي سبق له أن شارط في مدرسة ستار تلوى قيادة فنقلت لمدة 4 سنوات، ودرس فيها علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية، وخرج فيها وفي غيرها من المدارس التي تنقل فيها مجموعة من الطلبة. شغلوا الآن مناصب كمنصب الإفتاء ومنصب العدالة ومنصب المشارطة في المساجد ومنصب المشارطة في المدارس العلمية. وهذا الحفل أيضا قصد به تكريم هذا الفقيه وتكريم أئمة المساجد وفقهاء المدارس وتكريم طلبة هذه المدرسة الذين يتابعون دراستهم فيها، وتكريم بعض المحسنين الذين يسهمون بمالهم وبجهدهم ووقتهم في إنعاش هذه المدارس وازدهارها. وهذه الثقافة كما قلنا إذا انتشرت في أمة دلت على نضجها ووعيها وتحضرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح هذا الحفل البهيج وأن ينجح أمثاله، وأن يجعلنا جميعا خداما لديننا وخداما لوطننا وخداما لأمتنا تحت القيادة الرشيدة والسياسة السديدة لمولانا أمير المؤمنين راعي العلم والعلماء ومحب الصلاح والصلحاء جلالة الملك صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس، أيده الله ونصره وأقر عينه بولي عهده المحبوب الأمير الموهوب مولاي الحسن، وأنبته الله النبات الحسن، والحمد لله رب العالمين.